تم إنشاء مراكز مع شركة بي براون من قبل وزارة الصحة في أغلب المحافظات بواقع $56 لكل غسلة، وطبعا مجانية على حساب الوزارة، إلا أنه لم يتم التعاقد في محافظة ميسان بسبب الوضع الأمني، وتوقفت على أن تكون الغسلة $57. وتخيل أنه وقف هذا الموضوع من 2022 لليوم. جنابك بلجنة الصحة؟ لا، أنا مو بلجنة الصحة، فأتمنى من جنابك توجه لجنة الصحة تروح لجنة وتحقق هناك لأن يتم التكتم وتكتيم الأفواه، لأن أكو أشخاص كل قسم موجود إلى تكتل وحزب. إضافة إلى ذلك عندنا الزرع الكلوي، إذا ما أخذ علاجه خلال 3 أشهر يفشل هذا الزرع. عندنا علاج بوروغراف وسيلسبت، ذول صار لهم 3 أشهر ما موجودين بالمذاخر. تتم الصحة إذا تم الإعلان اللي بالصحة ياخذ من النثرية مالته ويروح يشتري مدة 2 أسبوع. حاليا عندنا علاج ذول الأشخاص أصحاب الزرع الكلوي 2 أسبوع يكفي. الصحة ما زودنا بعلاجنا، تقتص من عدة التقصير من مديرية الصحة مال ميسان لو من الوزارة؟ تعطينا حصتنا بناء على دراسة استهلاك العام السابق. هي العام السابق مطيتنا أصلا 70%، والسنة اللي وراها راح تعطينا ايش قد 60%، وأنا عندي فوق 420 مريض وعندي طبيب واحد اختصاص كلى. بالإضافة إلى ذلك هم يعاقبون الأطباء، شي يقول له أنقلك للعمارة إذا ما صرت زين أو إنه سلوكك بشيء ينقله للعمارة. تخيل عقوبة الطبيب إنه ينقله للعمارة. أنا حاليا ما عندي طبيب جراح أطفال، ما عندي طبيب قلب، أنا أضطر أوديه للبصرة. زين البصرة هسه قبل شوي النائب يقول أنا أصلا أوديه الأربيل. هاي كارثة. أنا إذا واحد حادث يموت بالطريق، أطباء ما عندنا، اختصاصات نادرة ما عندنا، استثناء للمحافظة. والله الوضع الأمني، مو إحنا محافظة نفطية، ليش ننظلم بهذا السياق؟ يتم إبلاغ لجنة الصحة باستضافة مدير عام صحة ميسان ومدير عام صحة البصرة والمعنيين في الوزارة الاستفسار عن حالات غسل الكلى اللي ذكرها السيد النائب. نعم، شكرا جزيلا.